احمد من الشرقيه، كلها احمدين اهي الحمد لله. قول يا احمد، قول يا احمد. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبي. ربنا يبارك لنا فيك. الله يسترك يا احمد. انا بقالي فتره بفكر في الموت كتير قوي، وقلبي تعب من كتر التفكير وما بنامش. وانا مسلم الحمد لله والشكر لله، بصلي يعني انت خايف لا تكون بتفكر في الالحاد ولا حاجه؟ ما شاء الله، ما شاء الله عليك. خايف اكون بعمل كده، وخايف ان انا يعني العذاب الشديد بتاع القبر وسكرات الموت، وما بنامش. قلبي تعب. أيوة. القلب كان يقف امبارح. لا الف سلامه لقلبك. بس هو لو في، انا افرح يا احمد. اولا انا بشكرك لانك تلقيت تنبؤي، وانا مش دجال طبعا، بانك انت هتتكلم في كده. بدل قلت انا مسلم وكذا اوريدي هتقول انا خايف لاكون بفكر في حاجه تخرجني من ديني. بس لو كان هو السؤال حوالين القبر اللي خوفك، فاقدر انا اتكلم جمله واحده. الخوف ده ممكن يكون صحي جدا لو صحاك من النوم، اتوضيت وجبت ركعتين اتنين بس الخوف ده ممكن يكون صحي جدا وهيروح، واللي هيضيعه ربنا على فكره. ب10 جنيه لحد يفطر بيها تمرتين. الخوف ده ممكن يروح قوي لو قمت وانت عندك والدين جبت لهم كوبايه ميه وان شاء الله ما شربوها. بابا ماما مش عايزين تشربوا، خلوهم يضحكوا، دخل على قلبه بالسرور. احمد انا كنت بتكلم امبارح مع استاذ سعيد عبد الفتاح، كنت ضيفه لدقائق معدوده في دريم في الدقي، وجات مناسبه كلام. انا قعدت 3 دقايق قلت فيهم المعلومه دي، بس اعتقد ان هم شربوها كلهم بما فيهم استاذه منى البكر المخرجه بتاعت البرنامج. قلت اللي بيموت بيكلم الملائكه والملائكه بيتكلموا، واللي حواليه ما يسمعش ولا كلمه. ده وقف خلاص، بقى فيه لسان تاني لوحده اللي يعرفه. ليه؟ لاني انا بتخيل كلنا عشنا الموقف ده، كلنا كنا جنب ابونا وامنا لما ماتوا. انا عن نفسي مبروك عطيه، ابويا مات في حضني وامي ماتت في حضني، وكل اللي انا فيه بسبب رضاهم الجوز دول عني انا، ان ده ميت وهو راضي عني، وهي ميته وهي راضيه عني كويس قوي. فانا كنت حواليهم، انا كنت قاعد جنبهم، ما سمعتش حد فيهم بيقول حاجه ومات. اما راجع القران، مش بقول لك علم جامد ولا محتاج دكتوراه ولا حاجه، ان الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم. يعني الملك بتاع الموت لما يجي الواحد بيموت بيقول له السلام عليكم. اوريدي لازم الميت يرد عليه السلام، لا يمكن، لانها مش هتتقال سلام عليكم الا المؤمن بيرد السلام. فمعنى كده ان اللي بيموت ده اللي انا شايفه وانا ابنه قافل بقه، رد السلام بطريقه تانيه، والملائكه قالت سلام عليكم برضو بصوت غير مسموع. انتهى الميت عننا، يعني معناها اتغيرت الحال. انت حضرتك خايف ومرعوب، وسؤال القبر وغير سؤال القبر بتتخيلوا ان احنا صاحيين وهندخل المقابر صاحيين زي ما احنا كده قبل الفطار، وملك هيجي لنا وانا بعمل كده في راسي. خلاص الدنيا كلها راحت، المقاييس كلها راحت. انا عندي حاجه حبيبي اسمها الغيبيات. غيبيات يعني عيني ما شافتها، الله من الغيبيات اللي ما شفتوش. وربنا قال الكلام ده في اول سوره البقره، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، الغيب كل اللي ما تشوفوش. فانت مؤمن بربنا بالغيب، ومؤمن بجميع النبيين بالغيب، ومؤمن حتى بسيدنا محمد بالغيب. الايمان بالغيب يعني غير الشهاده، غير اللي شفته بعينك، وانت مؤمن بده، مؤمن بان في موت، مع انه مش محتاج ايمان انك بتشوف الناس بيموتوا. لكن ايه اللي جابه الاسلام؟ الاسلام جاب لنا التفكر فيما بعد الموت. اولا الاقبار مش شرط يكون في التراب المعروفه بتاعتنا دي اللي هي في اكتوبر والمقطم والمحطم وصلاح بن تيتو بتاعت دبيركي وبتاعت اسوان، اطلاقا. انا تلميذ سعاد مسعود الله يرحمها اللي ماتت في العباره، كان مقبرها السمك، او الله اعلم حيث وراها، اين وراها لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. اللي مات في البحر ده تربته السمكه اللي كلته، وتاكلوا السمك. هقول لكم على حاجه من العجائب اللي يمكن ما حدش يفكر فيها. لو واحد وقع في البحر وكلوه 40,000 سمك، انتوا عارفين ان ربنا قادر على جمعه، بس سيادتك عينك ما تشوفوش، يجمعوا من ال 40,000 سمك 40,000
يجمعوا منهم. وعندك حديث البخاري، واحد قال لاولاده قبل ما يموت: اذا مت احرقوني واصحنوني وبعدين اقسموني 3 في الهواء، في البتاع، في البحر. جمعوا ربنا في اقل من ثانيه، طبعا اقل من اي مقياس من ثانيه. وقال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيت ان القاك مذنبا استحييت منك. قال: وانا قد غفرت لك. وربنا ارحم من انه يجمع بين عذابين. وده مش معناه ان واحد يولع نفسه عشان يجمع بين عذابين، لا. اخبرنا ربنا: ما انكم بعد ذلك لميتون. مع اني شايف بعيني، قال لي لميتون، وقال للنبي: انك ميت وانهم ميتون. ثم ماذا بعد الموت؟ من رحمه ربنا انه جعل للبني ادم، مش للمسلم، للبني ادم قبر، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. يبقى ربنا اقبره اي جعله محترما. ادي معنى كلمه محترم، يعني له حرمه، يعني مش سداح مداح. ادي معنى حرمه. الحاجه المحترمه يعني اللي لها شنه ورنه. فعشان ليك شنه ورنه ربنا جعل لك تربه. كان ممكن جدا انت تموت وولادك هلابيله ولقحوك في الشارع، العربيه تدوسك والكلاب تاكلك عادي جدا، انت جيفه، انت مت خلاص. لكن انت عند ربنا مكرم، مسلما كنت او غير مسلم. حلو قوي. احنا بقى متصورين ان التراب هي دي. لا، افرض واحد اتاخر دفنه، هيستناه الملائكه لغايه لما يدفن؟ بمجرد خروج الروح ممكن جدا. ايه اللي وصلنا؟ انه هيتسأل كده: قول يا محمد ما الذي؟ لا، في طريقه تانيه. زي ما في طريقه تانيه، فين الارواح؟ فين ملايين البشر اللي قال عليهم ابو العلاء المعري: خفف الوطء، ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. يعني التراب اللي انت ماشي عليه ده كان بني ادمين. وما هي التراب اللي عندنا دي بقى لها 200 مليون سنه، ده ما بقالهاش 100 سنه. طب اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، الجثث اتحولت لتراب، والتراب اتدخل في ميه وعليه بتاع تبن وبقى قوالب طوب، ودخل النار كمان بتاع الدنيا وطلع اميمه وعملنا منه عماره. يعني العماره دي تلاقي فيها الحاج محبه والحاجه سونسون وجورج وبيتر وخوفو وحته من خفرع. الريح شالته من الهرم وطلعته بره، والرياح لقحت وخدت الحياه دورتها. لكن وعند الله علمهم، لان ربنا قال كده: لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل فرد هيجي يوم القيامة، اللي بقى طوبة واللي بقى مراية واللي دخل في إزاز واللي مات من مليار سنة. احنا مؤمنين. الإيمان بده ما خدش حقه صحيح من الخطاب الديني المستنير، اللي هو يفهم الناس ان في حاجات عينينا ما تشوفهاش لكن قلوبنا تشوفها كويس جدا. اوعى تفكر ان قرع النعال، الوردة في الحديث بتاع سؤال الملكين، هي قرع النعال بتوع الجماعة اللي بتفلوك في البركي او المنصورة. لا، ده تعبير مجازي. مجازي يعني ايه؟ يعني قريب جدا ان المسلم يتسأل في قبره. هيتسأل في قبره عن ايه؟ كلمتين اتنين. الكلمتين دول انا عايز اقولهم ومش عايز اقولهم، بس هقولهم. من ربك وما الرجل الذي بعث فيكم. اللي ما بيعرفش نحو، زي الواد اللي كان بيدعي في الميكروفون امبارح وحرق دمي: استرنا تحت الارض، مضاف اليه يبقى منصوب، وانا عايش وباكل عيش من ده وما بعرفش امثل حزن. ارضى في عينك على عين اللي عمل ادعيه خايبه وهبله. يعني ايه فوق ارض وتحت الارض ويوم العرض؟ ده بتاع يوم القمر على الباب. جيب لي شيكه بيكا عرض وبقد القد يوم العرض لا وفرحان ده حد بيقول وراه امين. والله احنا لا عارفين ندعي يا احمد، ولا عارفين نصلي، ولا عارفين نصوم. والله وانا بحلف يا ساده، احنا مؤمنين بان في راجل وست وشاب هيتسأل: من ربك ومن الرجل. اللي ما بيعرفش نحو هيقوم يقول: الله ربي حق. ومش كده ومش بالطريقه دي، خلاص انتهت. في لغه تانية ما بتتسمعش بالنسبه لنا، لان في انواع من الحيوانات. النبي سيدنا محمد قال لنا عليه الصلاه والسلام: في انواع من الحيوانات بتشوف الملائكه وبتشوف الشياطين. وربنا قال لنا في سورة الأعراف على الشياطين: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ده عهد على ربنا. وذلك أي واحد يقول لك أنا بشوف الجن، أنا مخاوي الجن، دجال وبينه وبين الكفر دقيقة قد كده. لازم يتوب ويستغفر ويفوق وياخد له، بيسموه إيه؟ مش عارف، ياخد شاور. ياخد شاور. ففي لغة تانية وفي كلام تاني وفي ناس تانية
وفي حاجات ما تشوفهاش، انت مسلم بده، ويا جنه يا نار. قال العلماء في القبر يا ابو حميد اول درجات الاخره، يعني القبر بقى اللي هو السمكه والتراب الحقيقيه والسرير بتاع بيتكم لو محدش دفنك، خلاص انت موارى مش شرط بالتراب. ايه اللي هيحصل بعد الموت؟ يا جنه يا نار، والتربه هي الكي جي 1. يعني لو كان اللي في التراب حلو يبقى اللي بعدها احلى. وورد حديث صحيح سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقولوا الموت اول درجات الاخره، فان سهل سهل ما بعده، وان شق شق ما بعده. يعني لو الموت جه عسير اللي بعده اشد عسرا، ولو الموت جه جميل اللي بعده اشد جمالا. واوعى حد يقول لي ده انا امي لما ماتت اتغيرت ونزلت دم يبقى هتروح النار، ده انا ابويا لما مات بيضحك هيخش الجنه. كل ده دجل ولا اماره فيه ولا علامه، لان خروج الروح معناها انتهاء الاجل. هيخرج من حد عيان وبينزل دم معناها ربنا بيمسح باستيكه كل الذنوب اللي عملها عشان يجيله كيوم ولدته امه. يموت بيضحك، خلق حشمة اللي مات بيضحك، احنا بننكت وبنقول نكت، لكن ممكن الراجل يكون عضلاته كانت حلوه ومربرب واكل بسبوسه قبل ما يموت فكله مفرود، لكن هو من اهل النار. لا الضحك علامه للجنه ولا الدموع والدم علامه للنار. وكلام ممكن يطول يا احمد واكلمك عنه كتير جدا، بس زي ما قلت لك مربط الفرس في الوقت اللي انا ضيعته ده بالنسبه لك، ويا رب يكون افاد غيرك من المشاهدين، ان اللي يخاف من القبر وقلبه هيقف يقوم يقول لا اله الا الله بس. يقوم مفضل حاضر.